السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم مس أميرة انجلش في الأول جرامرز. النهارده حبايبي مكملين مع بعض الفاونديشن كورس. وصلنا لسيشن نمبر 54، الحلقة رقم 54 من الفاونديشن كورس. النهارده حبايبي هنعرف معلومة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنتعلم مصطلحات جديدة وهندخلها في جمل عشان نعرف نتكلم كويس قوي انجلش ونزود حصيلة كلماتنا اللغوية. يلا حبايبي، لو أول مرة بنشوف الفيديو على القناة ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد من الفاونديشن كورس. عندنا 200 سيشن، 200 حلقة من الفاونديشن كورس. يلا حبايبي نسمي الله. ولو أول مرة بتشوف الفيديو على القناة ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس. ولو عجبنا الفيديو نضغط لايك وشير لحبايبنا عشان يعم النفع. اللهم انفعنا بما علمتنا. النهارده حبايبي هنتكلم عن clothes. clothes بمعنى الملابس. واول حاجه كده اهو بالنسبه لنطق كلمه clothes اللي هي ملابس، بلاش ننطق التي والاتش، دول نعتبرهم مش موجودين خالص. فعندنا البريتش والامريكان اكسنت بقول clothes، واحنا دايما بننطق بالامريكان اكسنت. فاحنا خلينا نقول ان الكلمه دي ترانسكريبشن بتاعها في الامريكان اكسنت بقول clothes عشان الناس اللي هي ميس برونسيشن بتعمل فيها خطأ في النطق بتاعها بتقول closes. لا حبايبي، احنا بنقول clothes. هنعتبر ان التي والاتش دول مش موجودين وهننطق الزت ساوند على طول. بقول clothes. دي كانت ايه العنوان بتاع الفيديو بتاعنا النهارده. هنتكلم عن الكلوز اللي هي الملابس، ومحدش يقول لي كلوزز خالص. لا خلاص بقى، هنبدأ ننطقها صح ونقول clothes. طيب اول حاجه معايا كلمه trousers اللي هي معناها بنطلون. trousers. خلينا مع بعض لاخر الفيديو عشان خاطر اخر الفيديو عندي جمل مهمه جدا جدا هتفيدنا وهنستخدمها كتير في حياتنا اليوميه. اول حاجه عندي كلمه trousers معناها بنطلون. trousers. والاحظ ان دي صيغه طبعا بلورال، صيغه جمع، لان مش معقول هلبس مثلا فرده واحده من البنطلون، فهي معايا كلمه trousers صيغه بلورال. تاني كلمه معايا عندي jeans. يبقى اول حاجه trousers. repeat after me. jeans اللي هي بنطلون جينز. shorts والثلاث كلمات دول trousers وجينز وشورتس، الثلاثه plural صيغه جمع ملهاش مفرد. بقول trousers jeans shorts، دي صيغه جمع حبايبي ملهاش مفرد. طيب عندي بعد كده كلمه تي شيرت اللي هي تي شيرت. عندي trousers jeans shorts تي شيرت جاكيت اللي هو معناه جاكيت. repeat after me عشان نعرف ننطق كل كلمة كويس. أنا بتعمد إن أنا أقول الكلمة مرة واثنين وثلاثة عشان نتمكن من نطقها. أقولهم مع بعض تاني. أول حاجة عندي كلمة trousers اللي هي بنطلون trousers jeans shorts تي شيرت جاكيت اللي هي معناها جاكيت. دريس بقى اللي هي فستان. دريس skirt اللي هي جيبة. skirt blouse اللي هي البلوزة. coat اللي هي معناها معطف. coat وحرف السين عمل معايا صوت الك ساوند فبقول coat. pajamas اللي هي معناها بيجامة، والاس في اخر الكلمة بنطقها ذات ساوند فبقول ايه pajamas. suit اللي هي معناها بدلة. suit vest اللي هو زي جاكيت كات كده. vest pullover اللي هو pullover sweater اللي هي معناها السترة أو الجاكيت ده. sweater training اللي هي معناها train. هنقرأ مع بعض الكلمات دي تاني. dress skirt blouse coat pajamas suit vest pullover sweater training. هنشوفوا بعد كده الاكسسوارات معايا. عندي كلمة هات اللي هي معناها قبعة. هات والاتش بتعمل لي صوت صوت الهي ساوند. بقول هات. كاب اللي هو الكاب.
cap gloves اللي هو الجوانتي gloves محفظة بقى اللي كلنا بنغلط في النطق بتاعها wallet أنا بتعمد أعيد الكلمات اللي هي فيها صعوبة في نطقها كذا مرة عشان حبايبي نتمكن من نطق الكلمة الصحيح. wallet اللي هي معناها محفظة. تاي اللي هي معناها رابطة العنق أو الكرافتة. تاي. سكارف باج هي شنطة أو حقيبة. باج بيلت اللي هي معناها حزام. نقراهم مع بعض تاني. hat repeat after me. hat cap gloves wallet هي معناها محفظة. رابطة العنق بقى اسمها تاي. سكارف اللي هي الطرحة الصغيرة أو الإشارة. سكارف باج بيلت اللي هي الحزام. تعالوا نشوفوا الملابس التانية دي. عندي كلمة باس روب اللي هي معناها روب الحمام. باث والتي والاتش يا حبايبي بطلع لساني فيهم عشان بنطقهم فيه ساوند فبقول باث روب. تايتس اللي هي معناها فيزون اللي هو البنطلون اللي بيلبسوه البنات اللي هو بيبقى ستريتش. تايتس اللي هي معناها فيزون. underwear اللي هي الملابس الداخلية. bra اللي هي معناها صدرية. panty هنقرأ مع بعض الكلمات تاني. bath وألاحظ بس إن حرف التي والاتش في كلمة bath بنطلع لساني في التي والاتش بننطقهم as in th sound فبقول bath robe. تايتس اللي هي معناها فيزون. bath robe اللي هي معناها روب الحمام. underwear اللي هي الملابس الداخلية. bra panty هنكمل مع بعض الأحذية بقى. عندي كلمة sandals اللي هي معناها صندل. sandals اللي هي معناها صندل وحرف الاس معايا بيعمل صوت الزت ساوند فبقول sandals. shoes اللي هي معناها حذاء. shoes. sneakers اللي هي الحذاء الرياضي او الأحذية الرياضية اسمها سنيكرز وليها اسم تاني برضو اسمها ترينرز اللي هي برضو بمعنى أحذية رياضية. أنا عندي كلمة سنيكرز بمعنى أحذية رياضية وكلمة ترينرز برضو أحذية رياضية. هنقراهم مع بعض من الأول. sandals والاس في كلمة sandals بننطقها ذات ساوند فبقول sandals. shoes اللي هي معناها حذاء والفردة الحذاء الواحدة اسمها شو. يبقى شو بمعنى فردة حذاء واحدة من غير الاس. أما shoes اللي هي الحذاء الفردتين. shoes sneakers اللي هي معناها أحذية رياضية. وعندي كلمة ترينر برضو حبايبي. ترينر برضو بمعنى أحذية رياضية. أنا عندي sneakers وعندي trainers. sneakers trainers محدش يقول trainers لا اسمها trainers. التي والار لما بيجوا ورا بعض بنحط بينهم زي صوت الشا ساوند كده فبقول trainers. repeat after me عشان نعرف ننطق الكلمات صح حبايبي. sneakers trainers have the same meaning ليهم نفس المعنى. slippers اللي هي معناها شبشب. socks اللي هي معناها الشراب وفردة واحدة من الشراب اسمها sock وفردتين اسمهم socks دي منها مفرد ومنها جمع غير كلمة جينز غير كلمة شورتس غير كلمة trousers ما لهمش صيغة مفرد. heels معناها كعب عالي. heels. shoelace معناها رابط الحزام أو رباط الجزمة بتاعتي. shoelace بمعنى رباط الشوزة بتاعتي. shoelace معناها رباط الشوز بتاعتي. ودي المفرد من كلمة shoes بمعنى الفردتين معايا. الكلمة دي ينفع تيجي singular وينفع تيجي plural. يعني عندي كلمة shoe معناها فردة واحدة من الحذاء وعندي كلمة shoes اللي هي معنى الفردتين. يبقى shoelace
معناها رباط للشوز الواحدة، رباط الجزمة الواحدة. shoelace shoelace. هنقراهم مع بعض تاني الكلمات دي. sandals 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 sandals. الاس نطقناها ذات ساوند. عندي كلمة shoes اللي هي معناها حذاء shoes shoes. sneakers اللي هي الأحذية الرياضية sneakers sneakers. trainers trainers trainers. slippers اللي هي معناها شبشب slippers slippers. repeat after me. socks 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 اللي هي شراب، وممكن نقول فردة واحدة منها اللي هي singular تبقى sock، الجمع منها البلورال بتبقى socks اللي هي فردتين. heels معناها كعب عالي heels heels. والاس معايا في اخر كلمة heels بتدينا صوت الذات ساوند، فبقول عليها heels 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 مش heels لا heels heels heels. shoelace اللي هي رباط الجزمة shoelace shoelace. يا رب حبايبي تكونوا استفدتوا من النقطة دي. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بستخدم الكلمات دي في جمل في حياتنا اليومية. sentence number 1. My favorite hobby is designing clothes. My favorite hobby is designing clothes. يعني هوايتي المفضلة هي تصميم الملابس. كده احنا استخدمنا كلمة clothes، وخلي بالي احنا قلنا مش هننطق غلط تاني ونقول clothes، لا احنا مش هنعتبر التي والاتش موجودين وهنقول على طول clothes، سواء كانت بريتش اور امريكان بنقول clothes. طيب number 1 my favorite hobby is designing clothes. هوايتي المفضلة هي تصميم الملابس. number 2 my favorite kinds of clothes are jeans and shirts. My favorite kinds of clothes are jeans and shirts. هوايتي المفضلة أو النوع المفضل في الملابس بالنسبة لي هو الجينز والقمصان. sentence number 3 I like winter because I can wear my lovely jackets and coats. I like winter يعني أنا بحب فصل الشتاء، وأخدنا حبايبي مع بعض seasons of the year، وخدنا days of the week وmonth، خدنا كل الحاجات دي. نرجع لورا بالفيديوهات اللي عدت عشان نعرف كل معلومة ناقصانا. I like winter يعني أنا بحب فصل الشتاء winter برضو اللي هي معناها فصل الشتاء. I like winter because I can wear my lovely jackets and coats. أنا بحب فصل الشتاء عشان بلبس الجواكت والمعاطف اللي بحبها. sentence number 5 Your tie is so fabulous. Your tie is so fabulous يعني رابطة العنق بتاعتك شكلها تحفة. Your tie اللي هي رابطة العنق بتاعتك أنت. I prefer suits for formal meetings. I prefer suits for formal meetings. أنا بفضل البدل ليه؟ للمقابلات الرسمية. كلمة formal معناها رسمي. كلمة formal معناها رسمي. meetings كلمة meet عامة معناها يقابل، لو جاية as a verb بتبقى معناها يقابل، لو جت as a noun بيبقى معناها اجتماعات رسمية. formal meetings معناها اجتماعات رسمية. وكلمة prefer معناها أنا أفضل. I prefer suits يعني أنا بفضل إن أنا ألبس البدل في الاجتماعات الرسمية. يبقى عندي كلمة formal بمعنى رسمي، meetings معناها اجتماعات أو مقابلات رسمية. يبقى كلمة meetings هنا جاية بمعنى كلمة اجتماعات as a plural noun اسم جمع. My grandma made me a handmade pullover. My grandma اللي هي جدته made me يعني عملت لي a handmade pullover اللي هي معناها عملت لي بلوفر بإيديها هي. My grandma made me a handmade pullover. My grandma made me a handmade pullover. Sentence number 10. This scarf is matched with my dress. This scarf is matched with my dress. أنا مرة بقرأ لكم الجملة بشكل هادي بحيث إن أنتوا تسمعوا كل كلمة كويس، ومرة بقراها لكم زي الأمريكان أكسنت بالظبط بسرعة، عشان أول مرة بنسمعها نحاول نسمع كل كلمة بنطقها إزاي. تاني مرة بقى نحاول نتكلم بشكل أسرع شوية عشان نتكلم زي النيتيف أمريكان سبيكرز. My grandma made me a handmade pullover. This scarf is matched with my dress. This scarf is matched with my dress يعني الطرحة دي أو الإشارب ده لايق على الفستان بتاعي. matched with بمعنى لايق على أو متناسب مع. This scarf is matched with my dress. Where is your cap? أين الكاب بتاعك؟ It's sunny ده الجو مشمس، ما لبستش ليه الكاب بتاعك؟ Where is your cap? It's sunny. Where is your cap? Where is your cap? It's sunny يعني الجو مشمس، فين الكاب بتاعك؟ My belt and wallet are genuine leather. My belt and wallet
are genuine leather. يعني ايه سؤال الجملة دي؟ معناها ان الحذاء المحفظة بتاعتي وكمان الحزام بتاعي مصنوع من الجلد الطبيعي. My belt and wallet are genuine leather. الحزام بتاعي والمحفظة مصنوعة من الجلد الطبيعي. كلمة genuine leather معناها جلد طبيعي. المثال اللي قبل الأخير معايا بيقول إيه؟ This store is good for sneakers. This store is good for sneakers. This store بمعنى هذا المحل. كلمة store معناها متجر أو محل. is good for يعني جيد لي أو في حاجات كويسة. This store is good for sneakers يعني المحل ده كويس للأحذية الرياضية. This store is good for sneakers. This store is good for sneakers. I am in love with weird socks. I am in love with weird socks يعني أنا بحب الشرابات الغريبة. أو I am in love يعني أنا بحب أو لو مثلا I am in love with يعني أنا بحب حد معين. أو I am in love with weird socks أنا بحب الشرابات الغريبة جدا. يبقى I am in love with معناها أنا بحب. I am in love with. Your pajamas are so cute. Your pajamas are so cute. Your pajamas are so cute يعني البيجامة بتاعتك لطيفة جدا. Your pajamas are so cute يعني جميلة أو لطيفة جدا. آخر مثال معايا بيقول إيه؟ You look really stunning in that dress. You look really stunning in that dress يعني شكلك تحفة قوي في الفستان ده. يا رب حبايبي تكونوا استفدتوا من الفيديو. النهارده اتكلمنا عن الكلوز ومحدش يقول لي كلوزز. اتكلمنا عن الكلوز تي والاتش هنعتبرهم مش قاعدين وهننطق الاس في اخر الكلمه as in that sound كانها صوت الذات بالظبط فاقول كلوز. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو عجبنا الفيديو حبايبي ننزل ونعمل اشتراك للقناه ونعمل شير ولايك لحبايبنا كلنا عشان كلنا نستفيد. اللهم انفعنا بما علمتنا. كنتم مع مس أميرة انجلش في الأور جرامر. ثانك يو اند جود باي.